يلا بينا بقى نجرب فطار جديد من مطعم الحاتي السوري. الحقيقه المكان ده من الاماكن اللي بحبها، وكان بقالي فتره كتير قوي ما جربتوش، فطلبت من عنده اوردر. ويلا بينا نشوف الكلام على ايه. اول حاجه وهي وجبه نص فرخه مشويه، ودي بتيجي معاها رز شعريه وسلطات كده وعيش. اول حاجه حجم الفراخ كان صغير الحقيقه قوي زي ما باين كده، بس شكل الفرخه كده كان نضيف من جوه. اما طعمها بقى كان جميل قوي، طعم التتبيله كان حلو، وكمان ريحه وطعم الشوي كان باين وجميله قوي. وجربت كمان حته من الورك كان نضيف برده قوي كده من جوه، وطعم التتبيله والشوي كانوا رايقين خالص. جربت بقى الرز بالشعريه كان طعمه حلو زي اللي اتعمل في البيت عادي يعني. كمان الطحينه اللي معاه طعمها حلو قوي، وكان معاهم كده سلطه جبنه قديمه طعمها برده كان جميل ومش مملحه زياده، في الهادي منه يعني. اجمالي تجربتي للوجبه كده هي حلوه، بس زي ما قلت كده عيبها الحجم بس. نخش بقى على اكتر حاجه بحبها من عنده، هي السندوتشات او الرغيفه زي ما هم بيسموها في المنيو، اللي بيكون حجمها كبير كده وحلوه، وتحس ان هو شوى السندوتش نفسه كده على الشوايه. اول سندوتش اللي ما ينفعش تسيبه يبرد خالص وهو الطرب. ريحته الحقيقه كانت حلوه قوي، اما طعمه بقى بجد احلى طرب ممكن تاكله في حياتك. طعمه حلو قوي 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 فوق مما تتخيل. طعم الكفته اللي معمول بيها حلو قوي، والمنديل نفسه كده خفيف، ما تحسش خالص بدسمته، بس تحس قوي بطعمه. بجد تحفه ولازم تجربه. تاني ساندوتش بقى هو ساندوتش الكفته، واللي حجم الكفته فيه كان حلو ومليان كده، طعمه حلو قوي ومظبوط. طعم الشوي كان باين، وطعم الطحينه كمان اللي جوه الساندوتش عامله شغل حلو قوي. جربت بعد كده ساندوتش لحمه انتركوت، ودي شرايح لحمه كده مشويه ومعاها بصل مشوي بس بكميه كبيره قوي. طعم الشوي كان باين وحلو قوي، بس اللحمه بتشد شويه، وكمان كميه البصل كانت كتيره قوي. جربت اشيل البصل كده وادوق تاني، طعم الساندوتش بقى احسن بكتير، بس لسه برده اللحمه فيها شده صغيره. جربت بعد كده بقى الصدوق المشوي، ريحه الشوي فيه بصراحه كانت تحفه قوي. طعمه بقى مزيكا رايق قوي قوي. تتبيله الصدوق وطعم الشوي فيه مع الطحينه كده حلو قوي، ويعتبر من اكتر السندوتشات اللي عجبتني النهارده. جربت بقى بعد كده الكبده المشويه، ودي بتيجي شرايح كبده كده مشويه ومعاها حبه بصل اقل شويه من اللي في اللحمه. الحقيقه هي مش من ذوقي قوي، بس قلت اجربها. طعم الكبده كان حلو، بس فيها برده شده كده زي اللي كانت في اللحمه. وزي ما قلت لكم هي ما كانتش ذوقي قوي، بس انا كنت عايز اجربها مع الكبده الاسكندراني اللي ما جاتش مع الاوردر الحقيقه. اخر ساندوتش بقى هو شيش طاووق، وده فيه ميزه بقى انه مش كله وراك، لا فيه وراك وفيه صدور، وعيبه انه ما كانش مليان قوي. طعمه بقى كان تحفه قوي، تتبيله الفراخ كانت حلوه ونضيفه كده من جوه، وكمان طعم الشوي كان حلو وباين. اكتر بقى الحاجات اللي عجبتني وما ينفعش ما تجربهاش من عنده، الطرب طبعا والكفته والصدوق كانوا حلوين قوي قوي ولازم تجربهم فعلا. وبس كده، اشوفكم بخير الفيديو الجاي. سلام.